كلنا جربنا الإحساس ده، إن الواحد يرجع من قعدة معينة حاسس إنه مستنزف تماماً ويسأل نفسه هو أنا اللي فيها حاجة غلط؟ طيب في الشرح ده هنفهم سوا إيه أصل الشعور ده بالظبط. خلينا ندخل في الموضوع على طول. مش بيحصل معانا إننا بعد مقابلة معينة نحس كأن في حد حرفياً شفط الطاقة مننا؟ السؤال ده بالذات بيلمس حتة حساسة عند ناس كتير قوي. والخبر الكويس أو يمكن المطمن إن لأ، ده مش مجرد خيال أو تهيؤات. علم النفس بيقول إن في شخصيات وسلوكيات معينة فعلا بتستنزف طاقتنا، يعني الشعور ده حقيقي جدا وله تفسير. عشان نفهم الموضوع صح محتاجين الأول نبص جوه نفسنا. الحساسية الزيادة دي مش عيب فينا، بالعكس دي ممكن تكون جزء أساسي من تكويننا النفسي وطبيعتنا. وهنا بنقابل مصطلح مهم قوي للدكتورة جوديث أورلوف اسمه التعاطف الحدسي. الفكرة ببساطة إن في ناس مننا عاملين زي الأسفنجة، بيمتصوا مشاعر وطاقة اللي حواليهم سواء كانت حلوة أو وحشة، وبيحسوا بيها كأنها بتاعتهم بالظبط. دي مش حاجة غريبة، دي الطريقة اللي دماغهم بتشتغل بيها. والموضوع على فكرة أعمق من مجرد التعاطف وبس. لا، في عوامل تانية كتير بتلعب دور كبير. يعني مثلا السمات الشخصية اللي الواحد مولود بيها، أو الطريقة اللي حواسنا بتعالج بيها المؤثرات اللي حوالينا، أو حتى درجة القلق اللي بنحس بيها في المواقف الاجتماعية. كل دي حاجات بتأثر على طاقتنا وبطارية علاقاتنا. طيب ده اللي بيحصل جوانا، إيه بقى اللي بيحصل بره وبيفضي طاقتنا دي؟ هنا هنركز على أنماط السلوك اللي بتستنزفنا، مش على أنواع الناس. في فرق كبير. وأول نمط ده بقى كلنا عارفينه كويس جدا، الشخص اللي بيشتكي على طول، اللي أي كلام معاه بيتحول فورا لجلسة شكوى وتذمر من كل حاجة في الدنيا. والتشبيه ده عبقري بصراحة، بيقولك فكر في الموضوع كأنه تدخين سلبي عاطفي. يعني ممكن تكون داخل القعدة مودك حلو ومزاجك رايق، بس بعد 10 دقايق بس من الشكوى المستمرة تلاقي نفسك بتكح تشاؤم. نيجي للنمط التاني وهو مغناطيس الدراما. الشخص ده حياته عبارة عن مسلسل مكسيكي مش بيخلص، مليان أزمات ومشاكل، والأهم إنه بيعرف إزاي يسحب كل اللي حواليه معاه في دوامة الدراما دي. والفكرة ببساطة إن جهازنا العصبي مش مصمم عشان يفضل راكب الأفعوانية العاطفية بتاعت ناس تانية طول اليوم. حالة الطوارئ والأدرينالين اللي على طول دي بتستهلك طاقتك الجسدية والنفسية تماما. والنمط الثالث ضاغط الحدود. ده بقى الشخص اللي ما بيفهمش كلمة لأ أو ما بيقبلهاش، هيفضل يطلب ويزن ويحسسك بالذنب لحد ما في الآخر تستسلم وتوافق على اللي هو عايزه. تمام، كده عرفنا المشكلة وأبعادها. السؤال بقى إزاي نتعامل؟ هنا هنبدأ نتكلم عن مجموعة أدوات عملية وفعالة عشان نعرف نحمي طاقتنا ونسترجع سلامنا النفسي. دي زي خريطة طريق بسيطة. لو لقيت نفسك مع حد بيشتكي باستمرار، حاول توجه الكلام لحاجة تانية بلطف. لو بتتعامل مع مغناطيس دراما، ممكن تقدم الدعم، بس من غير ما تستهلك نفسك وتغرق معاه. أما بقى مع اللي بيضغط على حدودك، فالحل هو كلمة واحدة: لأ، تتقال بوضوح وحزم. وضع الحدود ده ممكن يكون صعب على ناس كتير، بس الخطوات دي بتبسطه. أول حاجة لازم تكون عارف حدودك، يعني إيه كمية الوقت والطاقة اللي تقدر تديها بجد. تاني حاجة عبر عن حدودك دي بوضوح بس بأدب. وتالت وأهم حاجة، خليك ثابت على موقفك وما تتنازلش عن حدودك دي. وهنا بقى بيجي السؤال اللي بيخوفنا كلنا، بس لو قلت لأ الناس هتزعل مني. الخوف من إننا نزعل الناس أو نحبطهم هو فعلا أكبر حاجز بيمنعنا نحط حدود صحية لنفسنا. والاقتباس ده بيقدم وجهة نظر ممكن تحررنا من الإحساس بالذنب ده. بيقول كونك إنسان يعني حتما إنك هتخيب أمل وتجرح الآخرين في وقت من الأوقات، وكلما تقبلت هذه الحقيقة مبكرا أصبح من الأسهل عليك مواجهة تحديات الحياة. يعني ببساطة إنك تحط حدود مش معناه إنك شخص وحش، لا، ده جزء طبيعي وصحي جدا من أي علاقة إنسانية. بعد أي تفاعل مرهق أو قعدة استنزفتك، مهم قوي وبشكل واعي إنك تشحن بطاريتك تاني. دي مش رفاهية، دي ضرورة. شوف إيه اللي بيرجع لك طاقتك، يمكن حمام دافي، أو كتاب بتحبه، فيلم كوميدي، أو حتى مجرد تمشية بسيطة في الهواء. المهم تعمل حاجة لنفسك. طيب في الآخر خالص، ليه كل الكلام ده مهم أصلاً؟ ليه لازم نتعب نفسنا عشان نحمي طاقتنا؟ ودي أهم رسالة في الموضوع كله. حماية طاقتك دي مش أنانية، دي احترام للذات. لما تحافظ على طاقتك بيبقى عندك أكتر تديه، أولاً لنفسك وبعدين للناس الصح اللي في حياتك. وهنسيبكم مع السؤال الأخير ده عشان تفكروا فيه كويس. مين في حياتكم بيرفع من معنوياتكم؟ مين الناس اللي لما بتقعدوا معاهم طاقتكم بتزيد مش بتقل؟ لأن في النهاية حماية طاقتك مش بس معناها إنك تبعد عن اللي بيستنزفك، لأ، الأهم إنك تقرب من اللي بينورك. التركيز على الناس دي هو مفتاح حياة أخف وأسعد.